هدف جميل ولكن في مرمانه، لازم هياخد حقه لانه هدف المنتخب المغربي واللي سجل في مرمانه لكن بطريقه يفهمها كويس محمود عبد الحكيم، واحد من احرف اللعيبه اللي جم في تاريخنا يعني، فيقدر يشرح هذا الهدف على الشاشه. اولا هو لعيب ريال بيتيس، صح يا جماعه؟ زياد باها من ريال بيتيس. نشوف الجون مع بعض ونشوف صعوبه او سهوله الموضوع، انت اللي تقول لي اكتر يعني. نشوفه بالتصوير البطيء لو ممكن، يعني نقف مع بعض واحده واحده بشويش على الجون. يلا ادي واحد، ثم الثاني، ثم ثلاثة، ثم سندة، ثم الرابع من ورا، ثم الكرة في الشبكة. ايه يا باشا؟ لعيب كبير طبعا، مبشر يعني. هو انا شفت الجول اصلا. هي فكره ان انت تعمل كده في المكان ده، دي مش سهله. يعني في لعيبه كبيره ما تقدرش تعمل اللي الولد عمله يعني. فهو انا معاك، ده هيبقى موهبه كبيره يعني. ريال بيتيس الاستلام اولا كان وسط، يعني انت محاط وانت على الخط كمان، انت ما عندكش مساحه تعمل فيها كل الكلام ده. الاول تحجيز زي ما احنا شايفين، سلو موشن موضح كل حاجه بصراحه. سانده انت هنا خلاص شغال فردي. التاني جه مكمل محافظ ثابت هادي ما بيفنش، يعني فضل هادي 5 6 7 ثواني تتشاف ثالث ورابع وخامس والله. طبعا. يعني فضل هادي يا كابتن على الكوره، واحده في الثانيه في الثالثه لحد القرار الاخير خالص 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 ان انا اسجل في المكان نفسه. مش اي لعيب في المكان ده يعمل كده. في ناس لعيبه كبيره تخلص من الكوره في المكان ده يعني. من اول دي ممكن اي حد يحط بشماله لو لعيب عادي. صحيح. فاهم؟ هي جول، هي كده كده هتدخل. بس هو الولد واضح ان هو عنده موهبه كبيره يعني. موهبه كبيره جدا. هارد لك للمنتخب المصري ومبروك للمنتخب المغربي بدون نقاش يعني. على ذكر